لانه ده موضوع ممكن نكون احنا مهتمين بيه، لانه احنا اثرناه كتير يمكن في برامجنا. موضوع ابو تريكه، انت في الكتاب الحقيقه متطرق لجوانب جديده في المساله، لانه هو الناس من كتر المعلومات اللي بتتقال احيانا يبقى لو سالت واحد هو ايه ابو تريكه يقول لك ما اعرفش، هو زعلان منه ليه، ما يعرفش التفاصيل. لكن ابو تريكه بما قلته، الراجل باع مصر من اجل جماعه الاخوان. استخدم ابو تريكه امام اللجنه اللي هي لجنه التحفظ على الاموال، لجنه التحفظ على الاموال، قال ربح البيع. ايوه، واختار جماعه الاخوان بشكل واضح وترك مصر. نعم. قول لنا ايه الحكايه دي، لانه ناس كتيره جدا بيعتبر انه هجومك على ابو تريكه او ابو تريكه او مناشده على ابو تريكه انه ده نوع من يعني اللي هو ايه الافتراء عليه. ما عندناش حاجه شخصيه. ايه اللي حصل؟ ممكن قبل ما تجاوب بس في تعديل على صيغه السؤال. اسمح لي يعني. لا اسمح لك بس يعني هو هنتحاسب بعدين. لا هو الراجل انت بتقول اختار الاخوان وباع مصر. هو ما اختارش الاخوان، هو اصلا كادر اخواني. لا هو متربي لا هو اخواني. هو اخواني، هو كادر اخواني. لا هو ما اختارش، ما قالش انا هروح هنا واسيب طيب هنا. لا هو اخواني اصلا. وقالوا قبل كده التدريب عندهم هدف يجيبوا لعيبه كوره عشان الجمهور. يا نشأت، لا هو الاستاذ احمد بما كتبه هتلاقي السؤال صحيح، لانه قيل له اكتب بيان صح تتبرأ اللجنه قالت تتبرأ فيه. ايوه، ما هو ده الكلام اللي انا باني عليه، انه اختار الاخوان ورفض مصر. حافظ على ورفض مصر. فقول لنا الحكايه. شوف، دي اول مره هيبقى فيه كلام في منتهى الاهميه خاص بملف ابو تريكه. وزي ما قلت كده احنا ما عندناش حاجات شخصيه مع حد اطلاقا. اطلاقا. لكن ما بين الوطن، وحتى لو كان اخوك، لا، الوطن تنحاز الوطن طبعا. حتى لو اخوك طبعا عمل ابو تريكه تنحاز الوطن. حصل تحفظ على الاموال لما تم تشكيل اللجنه في 2015، وكان من ضمن الشركات هي الشركه اللي هو مسؤول عنها. ولقوا رصد تمويل بتطلع فين بتروح فين، بياخدوا يعني كل حاجه موثقه بالادله موجوده عند لجنه التحفظ. وقتها المستشار عزت خميس رئيس لجنه التحفظ. وانا يعني علاقتي بكل انت في الاخر تعمل شغلك، مالكش علاقه بمين يزعل منك مين يفرح منك، اعمل شغلك المهني والصحفي والاعلامي. هو ده دورك. وقائع واوراق بس. اللي عنده عكس اللي عنده عكس كده يشتكيك. فانا حصلت على هذه المعلومات. طلبوه يروح لما حصل تحفظ مع المحامي بتاعه استاذ محمد عثمان. ده كان محامي النادي الاهلي، وهو ما زال محامي النادي الاهلي، مستشار قانون النادي الاهلي. وراحوا لجنه التحفظ كذا، قال لهم مفيش كذا، طب ادي وضعك كذا، طب احنا عايزين منك طلب واحد، اكتب دلوقتي تبرأ من الاخوان. ان انا مش اخوان بس. بس ده المطلوب. يعني عشان الراي العام وخلاص، وبعد كده مش هيبقى. يلا استاذ محمد يلا بينا، ربحت البيع ومشي. قال كده قال يعني بالنص ده موجود. يعني هو ده تعبير. هذا التعبير اللي قاله الباز مش تعبير المجاز. لا مش تعبير. هو انا فكرت تعبيرك انت ساعتها. لا اختار الجماعه، ربح البيع، اختار انه ينحاز، واعتبر انه البيع ده ربح بالنسبه له. بس هو قبل ما يربح البيع في الفلوس كان في فلوس، كان عايز فلوسه من الاهلي. كان في فلوس، ودي نقطه مهمه يمكن اول مره تتقال. اول مره تتقال هنا ومحدش يعرفها اساسا. في فلوس متحفظ عليها، فقال لهم طب انا ليا حسابات فلوس عند النادي الاهلي، ليه باقي ليه مبلغ عند النادي الاهلي. هاتوا لي فلوس من النادي الاهلي. قال له نجيب لك فلوسك من النادي الاهلي. بعتوا لي وقتها كان محمود طه رئيس النادي الاهلي انه ابو تريكه ليه فلوس، بيقول لي فلوس عندكم، ابعتوا لنا الحكايه، حطوا فلوسه في حسابه في احد البنوك. وفعلا النادي الاهلي حول الفلوس اللي عنده ليه حسابه في احد البنوك المصريه. حصل التحفظ بالكامل على كل الفلوس، وعلى الفلوس اللي جت كمان من النادي الاهلي. اللي جت في الاهلي. ايوه. البنك بعت، رئيس مجلس اداره البنك بعت للجنه، دلوقتي ابو تريكه عايز، قال له لا ده تحت التحفظ، متحفظ عليها، انت لو عملت اي اجراء مخالف للقانون وهكذا. تاني يوم تم الاتفاق مع ابو تريكه يروح لجنه التحفظ تاني يوم ايضا عشان يعملوا له اجراءات كان طلبها. تاني يوم كان خارج مصر.
ولم يعد الى هذه اللحظه. يعني احنا عندنا حتى هذه اللحظه عندنا في حكايه ابو تريكه دي 3 حاجات. بس في تفاصيل كتيره لا موجودة. انا اقصد بلخص العناوين الاساسيه. انه ابو تريكه ده قال لهم، طلب منه ان يصدر بيان، قال لهم اخد فلوسي احسن من عينهم. ده على الاهلي، على الاهلي. لما فلوسي لما طلب لا دي قال كده العباره دي. ايوه لما طلب ان هم يرجعوا له فلوسه من الاهلي. مهمه جدا دي يا جماعه. ما هو بتوع انت لو كنت جيت مذاكر معلش جماهير الاهلي جماهير الاهلي انا اسف جدا يعني في اللقطه بتاع ابو تريكه دي بيعتبروه قديس. عنده مشكله الجمهور الاهلي، عنده مشكله ان ابو تريكه ليه ابو تريكه ده هو يا جماعه فرق ما بين لعيب كوره وفرق ما بين واحد عنده فلوس. قال لهم احسن من عينهم، قال لهم هاتوا لي فلوس اخد فلوسي احسن من عينهم، غيره احسن من عينهم. احسن من عينهم. قال لمين يا استاذ؟ قال لرئيس لجنه التحفظ على الاموال. ده موثق هذا الكلام، موجود في موجود. لا الجمهور الاهلي يعني فلوس الاهلي احسن من عينهم. ايوه طبعا. الكتاب كمان ياخد فلوسه هو. الكتاب كمان فيه وثائق بالنسبه له. الكتاب كمان فيه وثائق تنشر لاول مره عن موضوع ابو تريكه ده، عن قضيه ابو تريكه. نعم صحيح، عن قضيته بالكامل. عن قضيته بالكامل. يعني انا بقول لك ده لاول مره يمكن، وانا كاتب بقول حتى الان ما رجعش ومش هيرجع. لانه لو رجع يتعمل معاه ايه؟ هو على قوائم وعلى هو انت النهارده اما تيجي، هو في دوله تحارب فرد؟ لا، ما الدوله ما بتحاربش افراد. انت بتتكلم على تنظيم. ده كان التأييد بتاع محمد مرسي على الهوا. بس وازاي دخل فين ودخل ازاي، وكان معانا وكاتب شهادات كتيره في القصه دي بتاعته.